السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. وحشتوني جدا جدا. خلاص خلصنا فيديوهات السكن، خلصنا بعض من الامتحانات مش كل الامتحانات، ورجعنا تاني وهنرجع تاني على الفاينل. فان شاء الله الفترة ديت هحاول استغلها وانزل لكم فيديوهات كتير جدا جدا. وهنتكلم النهارده عن لجنة امتحانات ثالثة ثانوي اللي انت خلاص داخل عليها، عشان حرفيا الموضوع ده مهم جدا 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 وممكن يضيعك لو انت عامل كل اللي عليك ومذاكر طول السنة وما قصرتش في اي حاجة. التوتر بس اللي في لجنه الامتحانات اللي انت بتحس بيه ده كفيل ان هو ينسيك المنهج كله. فالفيديو ده مهم جدا جدا جدا، كمل الفيديو معايا للاخر. طبعا ما تنساش الفولو بتاعك عشان احنا حاليا 13000 ونص 13600، فاحنا لازم نكمل 15000. فكل اللي بيتفرج على الفيديو دوت يعمل سبسكرايب عشان انزل لك مفاجاه اول ما نتم ال 15000. طبعا هقول لك على حاجات تعملها وانت داخل لجنه، حاجات تاخدها معاك، حاجات ما تاخدهاش معاك، حاجات كتير، لان حرفيا الغلطه في الوقت ده فورا، لان انت ده مستقبلك. فانت لازم تبقى حريص واخد بالك من الموضوع دوت، لان الموضوع مش هزار. خلاص انت داخل على امتحانات، مصيرك بيتحدد، فانت لازم تبقى عامل كل احتياطاتك. وطبعا ليه؟ مستقبلك في ايد ربنا طبعا، واللي ربنا يختاره لك هو الخير. اول حاجه هتعملها، خلينا نبدا من الاول خالص كده. انا امتحاني بكره، يعني انا امتحاني بكره، فانا ما ينفعش اطبق نهائي حتى لو بص يعني ما خلصتش نص المنهج وفي الوقت دوت هلحق اخلص اي حاجه. ما تطبقش، لان حرفيا بتخش لجنه امتحانات بص الزهايمر بيشتغل. يعني انا حرفيا برضو مجربه بعد ثالثه ثانوي وفي الكليه برضو الزهايمر بيشتغل. لازم 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 تنام على الاقل مثلا 3 4 ساعات، ما تنامش اقل من 4 ساعات قبل اللجنه. ما تقولش بقى لان انا عملت الموضوع دوت في برضو امتحان الفيزياء، وحرفيا قسما بالله اول ما دخلت الامتحان كده ما كنتش فاكر معظم الاسئله، مع ان الاسئله كانت سهله والناس كانت بتحل. انا مش فاكر الاسئله لان انت حرفيا يعني انت بذلت جهد بدني ولكن ما اديتش لدماغك حقها. فانت لازم تنام عشان المعلومه اللي انت ذاكرتها دي تتخزن من الذاكره قصيره المدى للذاكره طويله المدى. لازم حرفيا تنام. فما تقولش ان انت بقى هتطبق وهتخلص المنهج كله وهتراجع على المنهج في الليله ديت، ليله الامتحان ده هتراجع على المنهج 6 7 مرات. مفيش الكلام ده. نام على الاقل 4 ساعات، ولو انت راجل محترم بقى نام 7 ساعات. نام ال7 ساعات بتوعك، اصحى قبل الفجر مثلا، نام بدري واصحى قبل الفجر، راجع على الدنيا بتاعتك، حل شويه اسئله، ظبط الكلام وراح على الامتحانات. فخلاص خلصنا من النقطه ديت. اوعى تطبق، لان انا حرفيا والله في ثالثه ثانوي برضو سمعت ناس كتير بتقول لي اوعى تطبق ومش عارف ايه، وبرضه طبقت. فانت يعني ما تحاولش ان انت تجرب بنفسك في الموضوع ده بالذات، او في ثالثه ثانوي بالذات ما تحاولش ان انت تجرب بنفسك. يعني خد مثلا تجربتي او تجربه غيري وامشي عليها وخلاص. الناس قالت لك ما تطبقش، خلاص ما تطبقش، ما تجربش بنفسك، لان ده امتحان، ده امتحان وامتحان ثالثه ثانوي. الحاجه اللي انت بتذاكر لها من اول السنه وانت متخيل وبتتعب لها من اول السنه، فما تستهترش خالص بالموضوع ده. تاني حاجه لازم تبقى عارف وقت الامتحان بتاعك. لازم 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 تبقى عارف وقت الامتحان بتاعك، لان الوقت بيعدي هوا. ولازم يبقى معاك ساعه. لو ما بتفهمش في الساعه العقارب ممكن تاخد ساعه رقميه، بس الاحسن خليك في الساعه اللي هي العقارب. الاحسن تخليك في الساعه العقارب عشان برضو ما تخشش في حوارات وكل يشوفك ايه ده واقلع واعمل ومش عارف ايه. فعشان تنجز موضوعك محدش يعطلك او ياخد من وقت الامتحان بتاعك. خلاص ساعتك معاك، كل مثلا كل فتره او كل 5 دقائق بص في الساعه بتاعتك، شوف الوقت متبقى قد ايه. حاول انت تقسم الاسئله، نظم وقت امتحانك، ابدا بالاسئله السهله وخلي الاسئله الصعبه للاخر. يعني ما تضيعش وقت الامتحان كله في سؤال اللي انت بتفكر في سؤال او سؤالين اللي ما تعرفوش يقلب عليه. يعني انا والله العظيم كنت اعرف ناس بتقسم وقت الامتحان، يعني هي بتدي سؤال دوت مثلا السؤال ده ياخد دقيقه، السؤال بعده كده، السؤال كده، ما عرفوش خلاص بيكمل على اللي بعده. يعني انا بس انا ما كنتش بعمل كده الصراحه، يعني انا كنت بحل على طول وبرضه بحافظ على الوقت، ان انا مش مستهتر بالوقت. من الحاجات المهمه برضه لازم يبقى معاك ازازه ميه، لان احنا خلاص في الصيف وانت اكيد هتعرق، وان الميه برضه بتزود التركيز. او لازم يبقى معاك برضه شوكولاتايه او علبه عصير، اي حاجه بحيث ان انت لو هبطت تشرب مثلا او تاخد حته من الشوكولاته ديت. وحد يسالني يقول لي طب ده ينفع في لجنه؟ والصراحه هو كان عندنا مسموح، وفي معظم اللجن مسموح. يعني انت هتستاذن من المراقب بتقول له بعد اذنك ممكن مثلا اشرب او اي حاجه تقريبا، يعني هو مش هيقول لك حاجه. وطبعا لازم يكون معاك مناديل لو انت من الناس برضو اللي ايديها بتعرق بتتوتر وايديها بتعرق زي كده، فلازم يكون معاك مناديل. وموضوع التوتر يا جماعه الموضوع ده حرفيا ممكن يضيعك. فهو بص انا مش هقول لك انت ازاي تمنع التوتر خالص، لان انت مش هتعرف، انت كده كده لازم هتبقى متوتر، ولكن تقلله على قد ما تقدر. يعني تقلله على قد ما تقدر بحيث ان انت تركيزك ما يروحش، ما تنساش حاجات انت مذاكرها بسبب التوتر دوت. فانت حاول تقلل التوتر على قد ما تقدر. يعني ما تسيبش نفسك لدماغك تسوحك بقى وخلاص انا داخل كده ومش هحل حاجه ومش عارف ايه. لا، ابدا امسك الامتحان كده، ابدا بالاسئله السهله اللي عندك، ظبط الموضوع كده. اول كل ما تحل سؤال هتلاقي الموضوع بيهدى، كل ما تحل سؤال هتلاقي الموضوع بيهدى معاك. وده عن تجربه شخصيه، لان انا حرفيا في موضوع التوتر ده ما جاش زي لحد الان. يعني برضو في امتحانات الكليه بكون متوتر، بس طبعا مش زي الثانويه. يعني انا افتكر وان انا رايح اللجنه كده انا رجلي ما كانتش شايلاني، يعني انا ما كنتش قادر امشي، رجلي كانت بترتعش، يعني ده من كتر التوتر. فالموضوع كان صعب جدا.
فحاول ما تخليش التوتر يسيطر عليك. طبعا اوعى تنسى البطاقه بتاعتك ورقم الجلوس بتاعك عشان ما تخش في حوارات كده والوقت اللجنه بتاعك يضيع ومش عارف ايه. فانت مجهز الحاجات دي كلها معاك. وطبعا زي ما قلنا اوعى ان انت تضيع وقت الامتحان، اوعى تضيع وقت الامتحان في سؤال او في سؤالين، اوعى تضيع وقت الامتحان. ابدا امتحانك بالتدريج من السهل للصعب. كل ما هتحل سؤال كل ما التوتر معاك هيقل وهتحس ان انت بتحل والدنيا ماشيه معاك، فانت بتفرح يعني. انت بتحس ان التوتر والخوف خلاص بدا يروح. حاجه مهمه جدا جدا جدا، اوعى تراجع الاسئله بعد الامتحانات. طبعا الناس اللي بتتابعني اكيد شافت الفويس اللي انا منزله على القناه عندي في فيديو شورت يعني. كان فويس كنت مسجله لشخص يعني، ان انا راجعت الاسئله وكنت كنت ميت. اللي هو انت طبعا اللي انت بتحسبه ده حسابات ربنا غيره نهائيا، فاوعى انت تحسب لنفسك. اوعى تطلع بعد اللجنه تقف مع ناس او مش عارف ايه، وده السؤال ده كان كذا والسؤال ده كان كذا. حرفيا الماده اللي بعدها مش هتحل خالص، لان انت بيجي لك تفكير اللي هو خلاص انا ضيعت في الامتحان ده 5 درجات 10 درجات، فخلاص انا المجموع راح مني ومش عارف ايه. طب اذاكر للباقي ليه واتعب نفسي ليه؟ فاوعى تدخل نفسك في الموضوع ده، واوعى تدخل نفسك في الدوامه دي. الشيطان بيضحك عليك. ما تراجعش الاسئله خالص. انا راجعت الاسئله بعد ما امتحنت حوالي 4 مواد. كان في ماده ما عملتش الحركه دي تاني، راجعت الاسئله بقى بعد ما خلصت امتحانات خالص. فلو عايز تراجع او تحسب مثلا مجموعك او تعمل اي حاجه بعد الامتحانات خالص، بحيث ان انت ما تجيش على حساب ماده تانية بسبب ان انت مثلا ضيعت درجات هنا او مش عارف ايه، وما تحسبش درجاتك. وحاجه مهمه برضو، الماده اللي انت امتحنتها دي خلاص دي ماتت، انساها خالص كأنك ما امتحنتهاش، عشان تشوف الماده اللي بعدها وعشان تعرف تذاكر للماده اللي بعدها. وطبعا حاجه مهمه برضو، تخلي الموبايل بتاعك في البيت، لان انت كده كده مش هتحتاجه، وبرضو استحاله تخش بيه المدرسه. انت حاول توفر على نفسك اي حوارات هتحصل في اللجنه، اي حوارات هتحصل قدام البوابه، اي حوارات خالص، بحيث ان انت وقتك دوت ما يضيعش. وقتك ده تستغله مثلا في مراجعه، تستغله في اي حاجه. فخلي تليفونك في بيتك، كده كده انت مش هتحتاجه في اي حاجه. خلص امتحانك من هنا على طول، خلص امتحانك روح على البيت نام، معروفه. بس كده يا شباب، طبعا ما تستهترش بالحاجات دي، لان الحاجات ديت يعني هي قادره تخسف بيك الارض حرفيا، وتضيع مجموعك وتضيع تعب السنه كلها. فانت حاول تمشي منظم، خليك منظم. طبعا لو لسه ما عملتش اشترك في القناه، فاضل لنا خلاص تك على 15000 وباذن الله هنوصلهم. اكتب لي في كومنت، وكل بيتفرج على الفيديو دوت يكتب كومنتات عامل ايه الفتره اللي جايه مثلا، او عايزني نطلع نتكلم في ايه، بحيث ان انا اروق عليك فيديوهات الفتره الجايه دي باذن الله. وبس لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الطلاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.